وقبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس عشان توصلكوا كل ملخصاتنا. بيبتدي الفيلم بتيري اللي بيكون ماشي بالعجلة وبتيجي عربية بوليس وبتخبطه عشان يوقفوه. بيتم احتجازه بتهمة عدم اتباع قوانين السواقة وبيفتشوه عشان يشوفوا لو معاه سلاح وبيكشفوا عن بطاقته، لكنهم مش بيلاقوا أي حاجة ضده. لكن لما بيفتشوا شنطته بيلاقوا معاه مبلغ كبير جدا وبيكونوا هيتهموه بتجارة المخدرات. وبيقول لهم تيري إن الفلوس دي عشان يدفع كفالة لابن عمه اللي مسجون بتهمة حيازة المخدرات، وإنه هيشتري بالباقي شاحنة وإنه لازم يوصل هناك قبل الساعة 5. فبيقولوا له إن هم هيتحفظوا على المبلغ لأنهم استنتجوا إن مصدره مخدرات أو هيعتقلوه بتهمة خرق القوانين. وبيقول لهم ان الفلوس دي مصدرها انه باع عربيته وباع حصته في مطعم مشهور، لكنهم بيصمموا على حجز الفلوس وبيقولوا له ان هيتم الرد عليه خلال 30 يوم سواء باسترداد المبلغ او اعتقاله، وبيسيبوه يمشي. وبنشوف ان العجله وكمان الموبايل بتاع تيري اتكسروا، وبيروح تيري المحكمه عشان يساعدوه لان كده ابن عمه هيتم نقله لسجن المدينه لو الكفاله ما اتدفعتش. وبيقابل هناك واحد اسمه اليوت اللي بيقول له انا كاتب محكمه مش محامي ومش هعرف اساعدك ولازم تشوف محامي ده لو لقيت يعني. وبيقابل واحدة اسمها سمر وبيحكي لها على اللي حصل وبتقول له انه ممكن يقضيهم، لكن ده هيكلفه مبلغ ممكن يكون ضعف المبلغ اللي تم احتجازه وكمان هياخد منه وقت طويل جدا. وبيقول تيري لسمر ان مايك ابن عمه كان شاهد في قضية قتل وساعد في سجن رجل عصابة كان منصبه كبير، وبالتالي لو اتنقل مايك لسجن الولاية وعرفوا انه موجود هيهاجموه ومش بعيد يقتلوه، وبيكون لازم يتصرف في مبلغ تاني بدل اللي اتصادر قبل يوم الخميس اللي هيتم نقل مايك فيه. ولما بيطلب تيري من سمر انها تساعده بنعرف انها دارسة قانون لكن لسه مش معاها شهادة لممارسة المحاماة، وانها هتدور ممكن تساعده ازاي، خصوصا ان الجنحه اللي مسجون فيها مايك الكفاله بتاعتها مبلغ كبير جدا ومش منطقي. وتاني يوم بيروح تيري اسم الشرطه اللي في البلد اللي هو فيها وبيقدم بلاغ في الضباط اللي احتجزوا فلوسه، وبيقابل رئيس الاسم شيف ساندي اللي بيقول له لو عايز حاجه تقدر تحاكمنا، وبيهدده ان لو ما مشيش هيعتقله. فبيقول له تيري انه مش هيمشي الا ما ياخد فلوسه، وبيقول له انه معاه مصدر الفلوس دي. فبيطرده ساندي وبيقول له الكلام ده يبقى في المحكمه. وبنشوف ان تيري بيسجل كل الحوار اللي دار ده، لكن للاسف ساندي بيكشفه. وفي الوقت ده تيري بيقول لساندي انه يديله بس من الفلوس بتاعته 10,000 دولار اللي هي فلوس الكفالة بتاعت مايك ويحتفظوا هم بال26,000 اللي باقيين. وبيوافق ساندي وبيقول له يجي يوم الاثنين الساعة 9 الصبح عشان يشوف مايك ويخلصوا حوار الفلوس والكفالة ده. وبيطرد ساندي تيري، ويوم الاثنين الصبح بيروح تيري حسب الميعاد، بس ساندي بيعامله باسلوب وحش وبيقول له انه اتأخر 3 دقايق وانه مش هيكمل معاه الاتفاق. وتيري بيضطر انه يمشي، بس من الواضح من نظرته انه مش هيسكت لهم. وبيروح تيري ورا عربية شرطة الولاية وبيكلم مايك وبيقول له انه هيتصرف في الكفالة، وبيقول له يطلب منهم يحطوه في سجن وقائي عشان محدش يعرف هويته لحد ما يعرف يجيب له الكفالة. وبنعرف انهم نقلوا مايك يوم الاثنين مش الخميس زي ما كان مفروض يتنقل. وبيكلم تيري واحد اسمه لو بيطلب منه يسلفه 10,000 دولار عشان يدفع الكفالة، وبنعرف انه صاحب المطعم اللي كان ليه حصة فيه، لكن لو بيقول لتيري ان افادته في اسم الشرطة ورطته انهم صادروا كل فلوسه ومتهمينه كمان بتجارته المخدرات. بعدها بيروح تيري لسمر عشان تساعده وبيقول لها ان الضباط متربصين له وبيضايقوه، وبيسالها لو لقت اي حاجه تساعده بيها زي ما كانت بتقول، لكن سمر بتقول له انها لما بدات تدور كشفوها وانها محتاجه الشغل ده، وبتطلب منه يمشي من الباب الخلفي لانه كده هيسبب لها مشكله. وبيخرج تيري وهو متعصب جدا، بس بيتفاجئ ان سمر جايه وراه وبتقول له انها اضطرت تعمل كده لان في متسلطين، وبتقول له كمان انها لما دورت لقت قضايا كتير شبه قضيه مايك، يعني قضايا بسيطه كفالتها مبلغ كبير مش مناسب مع الجنحه، وانهم بيطولوا في القضايا دي ويمكن كل ده بسبب ان البلد دي مفلسه. وبتقول له انها صورت بعض القضايا وهتجيبها له عشان يقدر يدرس الموضوع. في الوقت ده واحد زميلها بينادلها وبتضطر انها تمشي بسرعه. وبيرجع تيري للاسم مره تانية وبيكون ساندي واللي معاه بيبحثوا عن تيري عشان يعرفوا بيتعاملوا مع مين، وبيعرفوا انه كان في الخدمه الفعليه في حرب العراق لكنه ما خدمش في الخارج، ومعنى كده انه ما توزعش ضمن القوات وما عندوش خبره قتاليه. وبيعرفوا انه كان مدرب متخصص في ماك ماب، وبيكونوا هيبحثوا عن معنى كلمه ماك ماب لكن الانترنت بيفصل. وبيخرج ساندي يقابل تيري وبيقول له تيري انه كان مفكر انهم وصلوا العرض، فقال له انه هو ده الهدف، انه يخدعه ويحسسه انه وصل العرض وهو اصلا مش من حقه انه يعرض او يتشرط عليهم. وبيقول ساندي لتيري يمشي والا هيعتقله، لكن تيري مش بيمشي وبيقول له انه اتعلم من الحرب اختصارات. فبيسكته ساندي، لكن تيري بيكمل وبيقول له الاختصار اللي انت محتاج تعرفه هو بيس، وبيقول له انها منهجيه تخطيط بيتم استخدامها في انظمه الاتصالات، لكنهم اكتشفوا انها ممكن تتطبق في اي مكان حتى في دفع الكفالات. في الوقت ده ساندي مش بيكون فاهم تيري بيتكلم عن ايه، لكن مضطر ان هو يسمعه للاخر عشان يفهم. وبيكمل تيري وبيقول له ان بي هي اختصار للحل الاول، وهو انه كان رايح البلد على دراجه وبيصادروا فلوسه، والحرف التاني يعني الحل البديل اللي ساندي ما كملوش اللي هو العرض اللي تيري عرضه على ساندي، وسي اختصار للحل الاحتياطي اللي هو كان صاحب المطعم اللي هيسلفه ال10,000 دولار واللي هم وقفوه عن العمل الصبح.
وفي الوقت ده بيكون الانترنت رجع وعرفوا ان ماك ماب اختصار لبرنامج الفنون القتالية للمشاة البحرية، وهو عبارة عن نظام قتال عن قرب. وفي الوقت ده بيعرفوا ان تيري ممكن يكون خطر عليهم، وبيخرج الضابط ستيف بسرعة لساندي وبيوجه سلاحه لتيري اللي بياخد من ساندي المسدس وبيكتفه وبيضرب ساندي والضابط اللي معاه، وبيرجع يكتف ساندي وبيدخل معاه القسم. وكل ده بيكون قدام باقي قوات الشرطة اللي موجودين في القسم، وبيقول لهم ساندي انهم ما يقلقوش من حاجة وان هو هيتصرف وان كل حاجة تحت السيطرة، وبيدخلوا للقسم. وبيهددهم تيري انهم لو ما خلصوش الحوار ده بسرعة هم اللي هيتضروا، وبيطلب من جيس انها تكتفهم وبيفصل الكاميرات. وبيقول لساندي يجيب مفتاح المكان اللي فيه الفلوس، وبيدخل المخبأ بتاعهم وبيتفاجئ بكمية فلوس وأسلحة كتير جدا، وبيتأكد في الوقت ده ان في حاجة مش مظبوطة بتحصل. وبيخلي جيس تخرجه من القسم من غير ما حد يتعرض له، وبتهربوا جيس في عربية الشرطة، وهم ماشيين بيقابلها عربية شرطة تانية وبتعمل لهم علامة انها تمام، ولما بتوصل لمكان معين بتدي إشارة ان معاها متهم وهيهرب. وفي الوقت ده بيسلمها تيري السلاح اللي معاه وبتقول لهم انه اعزل لكنه خطر، وبتسيب تيري يهرب بالعجلة بتاعته. وفي الوقت ده شرطة المدينة بتكون بتبحث عن تيري اللي بيكون وصل للمحكمة عشان يدفع الكفالة بتاعة مايك. وفي نفس الوقت بتيجي قوات من الشرطة وبيضربوه بالصاعق، فبيشدوا منهم فبيهجموا عليه، وبتكون سمر بتصور كل ده فيديو عشان محدش يأذيه. لكن تيري بيفقد الوعي، وسمر بتاخد ورق القضايا اللي كانت مصوراه في الوقت اللي محدش منتبه فيه ليها. وبياخدوا تيري يقابل ساندي، وبيقول له ساندي ان اللي هو شايفه من أسلحة وفلوس كلها اتصدرت بطرق قانونية، وان ده اللي مخليهم المدينة الوحيدة من وسط 6 مدن اللي لسه محتفظة بقوتها. وبيقول له انه لو كان يعرف هو مين ما كانش اللي حصل في الاسم ده هيحصل، وكانوا فعلا ممكن يوصلوا لاتفاق. وبيوصلوا المكان بينزلوا فيه من العربية، وساندي بيرمي لتيري الفلوس بتاعته وبيفك له الكلبشات، وبيقول له ان مايك اتعرض لهجوم والطعن طعنة نافذة واتنقل للمستشفى، لكنهم ما يعرفوش حالته ايه بالظبط. وبيقول ساندي لمايك انه قدامه حل من 2، يا ياخد الفلوس ويبعد عن البلد او ممكن يتحبس مش اقل من 30 سنة. وبيقول له كمان ان الشاحنة اللي هو كان عايزها فلوسها اتدفعت، وانه ممكن ياخدها ويعمل اللي عايزه بس بشرط انه ما يرجعش البلد دي تاني، والا هيكون في تصرف تاني. وبيقول له انه هيراقبه وهيتأكد ان الاتفاق تمام لو راح فعلا يستلم الشاحنة ويمشي من البلد. وبيروح تيري لمايك المستشفى لانهم اتصلوا بيه، واللي بنعرف انه للاسف مايك بيكون مات. وبيشيل تيري الاسوره اللي مكتوب عليها اسم مايك وبياخدها معاه. وبعدها بيروح يقابل سمر وبتقول له ان ساندي هيرشح نفسه للمنصب المأمور في نوفمبر، وهو ده اللي مخوفه من تيري. وبنشوف في الوقت ده ان ساندي باعت وراهم عربيه عشان يطمن ان تيري ساب البلد، واول ما بيوصلوا لحدود البلد عربيه الشرطه بتلف وترجع تاني. وبتقول له سمر كمان ان القضايا اللي هي لقتها فيها عشرات زي قضيه مايك، حبس المده مش طويله وكفاله كبيره وانتظار محاكمه لتهم ما تستحقش عقوبه السجن. لكن تيري بيقول لها انه مش فارق معاه كل ده، وان البلد دي فاسده، وانه كان بيعمل كل ده عشان مايك، لكن مايك خلاص مات. وبتوصل سمر تيري للمكان اللي هياخد منه الشاحنه اللي جابها له ساندي، وبيدي تيري رقمه لسمر قبل ما يمشي. وبالليل بتكون سمر نايمه بس بتحس ان في حد معاها، وبتسمع اصوات، وبتقوم تشوف مصدر الصوت ايه، وبتلاقي ان كان في ناس فعلا موجوده ومشيت. وبتتفاجئ ان في الحوض سرنجه، وبتبص على ايديها بتلاقي مكان حقن. وبتخرج سمر وبتلاقي باب التلاجة مفتوح، ولما بتقفله بتلاقي رسالة مكتوب عليها اسم شرطة البلد الأولوية للمجتمع. وبتخاف سمر جدا وبتبدأ تتعب، وبتتصل بتيري عشان يلحقها وبتقوله انها في ورطة. وفي الوقت ده بيروح لها تيري بأقصى سرعة ممكنة، وبيكسر باب البيت وبيدخل يلحقها، وبيقول لها انها لازم تروح المستشفى لكنها بترفض. ولما بتفوق سمر بيقول لها تيري ممكن تروح بلد تانية، فبتقوله ان المخدر اللي حقنوه هيظهر في سجلها الطبي، وبكده مش هتعرف تستعيد حضانة بنتها، وان مفيش اي محامي هيقدر يخرجها من ده. وده لانها كانت مدمنه لدرجه انها رهنت جزازه العشب اللي كانت ملك لابو جوزها، وتوجه لها اتهام، وجوزها طلب الطلاق وقتها وخد حضانه البنت، وهي ما كانش معاها اي فلوس عشان تجيب محامي عشان تدافع عن نفسها، وكمان بقى عليها جنايه. لكن وقتها القاضي رأف بحالها، وهي وعدته انها تقلع عن الادمان، واشتغلت في المحكمه، وعشان كده قررت تدرس المحاماه عشان تقدر تدافع عن نفسها. وبتقول له انه لازم يبعد عن هنا ويرجع بلده تاني، وبتقول له ان المخدر اللي هم حقنوه مش هيأذيها لكنه هيظهر في اي تحليل تعمله. وبتروح سمر شغلها، وبتقول لي تيري انها مش هتنسى قضيه مايك مهما حصل. ولما بتروح سمر المحكمه القاضي بيقول لها انه وصل لهم معلومات انها رجعت للادمان، وان تبطيلها ده كان شرط انها تشتغل في المكان ده، وبالتالي لازم يتعمل لها اختبار مخدرات عشان يتاكدوا من المعلومات اللي وصلت لهم. وقعدت سمر تعيط لانها كده هتخسر كل حاجه. وفي الوقت ده بيكون تيري سايق الشاحنه وماشي، وبيلاحظ ان في عربيه ماشيه وراه وبيشاوروا له عشان يقف، فبيركن وبيشوف في المرايه وبيلاقي عربيه بوليس وراه وعربيه تانية قدامه، وبيلاقي الضابط ستيف اللي وراه وبيقول له ان الضابط ساندي حذرك من انه يشوفك هنا تاني، وانت خلفت الاتفاق ده، وبالتالي ممكن نقبض عليك بتهمه الهجوم على اسم الشرطه وسرقه مبلغ مالي. في الوقت ده تيري بيقول لستيف انه عارف انه ما شغلش كشافات العربيه عشان يوقفه لان فيها كاميرات، وبيكون تيري في حاله استعداد
استعداد ان هيتم هجوم عليه. وفعلا بيبدا ستيف بالهجوم على تيري وبيضرب عليه رصاص وبيسيبه في كتفه، لكن تيري بيقدر ياخد منه السلاح وبيضربه بصاعق الكهرباء لحد ما بيبدا يفقد الوعي. وبيهرب تيري من باقي القوات اللي بيكونوا بيحاولوا يوقفوه وبيضربوا عليه رصاص، لكنه بينجح في الهروب منهم. وبيسيب تيري الشاحنة في مكان تحت جسر وبيتسلق الجسر وبيرجع للبلد. وبيكلم سمر وبيقول لها ان هو هيقابلها وبيروح عند مشاة البحرية الأمريكية. وفي نفس الوقت سمر بتكون بتستعد عشان تمشي من البلد، لأن صديق ليها ظابط قال لها انهم هيبهدلوها لو ما بعدتش عن تيري وعن البلد كلها. وبعدها بتروح سمر لمطعم وبيكون تيري هو اللي وصلها لمكانه عشان تجيب له شاش وقط. وبيكون في واحد اسمه السيد لو بيشيل رصاصة من كتف تيري، وبنعرف ان لو كان طبيب ميداني في كوريا، وانه كمان صاحب المطعم اللي كان تيري ليه حصة فيه. وبيقعد تيري مع سمر وبيقول لها انهم متورطين في حاجه وعشان كده هم لسه ما اتقبضش عليهم لحد دلوقتي، وده لانهم خايفين من الملفات اللي معاكي. وبيقول لها انه عايز يعرف كل اللي هي وصلت له، فبتقول له انها كل اللي لقته انهم بيتلاعبوا في فتره سجن المتهمين، لكنها مش عارفه ايه السبب بالظبط. فبيقول لها انه لازم يعرف ايه اللي بيحصل وانه مش هيسيب حق مايك. وبيبداوا يتحركوا وبتروح لإليوت زميلها في المحكمه عشان يساعدها، لكن شكله ممكن يكون متورط في حاجه هو كمان، ومش بيساعدها وبيمشي ويسيبهم. وبعدها بيروحوا للقاضي في بيته، واللي بنعرف ان إليوت كلمه وقال له ان سمر بتدور وراهم وبيسألوا تيري عن سبب قتل مايك. فسمر بتقول له قضية الأسقف ضد البلد، وإن وقتها تم منح ساندي سنة إنه يحسن سلوكه ويصلح تسببه في الإفلاس، وده حصل فعلا لكن على الورق بس. وبتسأل القاضي أنت خنت منصبك عشان تحمي ساندي، لكنه بيقول لها لا طبعا، وإن كلهم كانوا عايزينه يرحل، وإن عملية الإصلاح دي كانت تعجيزية ليه عشان يمشي ويسلمهم الاسم، وإنه ما كانش عنده فلوس، وبالتالي بدأ في عمليات التحايل في الكفالات ومصادرة مبالغ مالية، وكل واحد كان بياخد جزء مقابل إنه يحافظ على منصبه. وبتسأله سمر ليه المتهمين بالجنح بيسببوا تهديد لكل ده، فبيقول لها المساءلة القانونية، وانهم لو واجهوا صعوبة في عملية الاعتقال او اي حاجة ممكن تعرض الاسم لخطر قانوني، وقتها بيحددوا القضية وبيخفضوا التهم لجنح، وده عشان القضايا تفضل في محكمة البلد عشان مفيش محامي عامل الطعن في الكفالة او التأجيل، وبيفضلوا مسجونين لمدة 90 يوم، وده مدة حفظ البيانات اللي في السيديهات اللي في دار القضاء. وبتقول سمر انهم بيخزنوا المقاطع المصورة ليهم عن طريق الكاميرات اللي موجودة في كشافات العربية، وانهم ما يقدروش يوصلوا للبيانات دي لوحدهم، وانها لو ما اتطلبتش كدليل او تحفظوا عليها بتتحذف خلال 90 يوم. فبيسأل تيري القاضي ايه اللي كان في الفيديو بتاع مايك، بس هو بيقوله انه ما يعرفش. فبيكتفوا تيري، بس في الوقت ده بيعرفوا انه اخد علبة الدواء بتاعت مراته كلها، وانه بيحاول الانتحار، وبيطلبوا له الاسعاف وبيهربوا. وبيوصل تيري وسمر للمكان اللي بيحتفظوا فيه بالسيديهات واللي اسمه سراديب الموتى وموجود في المحكمة، وبيكون في ناس تانية كمان في المكان، وبيكتشفوا ان الناس دي عايزين يحرقوا المكان. وعلى اخر لحظة بيكون سمر معاها لبن جوز هند وبتقدر توقف بيه الحريق قبل ما يوصل لهم، وبياخدوا السجلات والميموري اللي عليها الفيديوهات اللي هيقدروا يكشفوهم بيها، وبيولعوا النار تاني عشان محدش يكشفهم. وفي الوقت ده جهاز انذار الحريق بيشتغل، لكن سمر بتقول لتيري يسبقها لان في حاجه لازم ترجع تاخدها الاول. وبيسبقها تيري على العربيه، وبنشوف ان سمر رجعت عشان تاخد عينه تحليل المخدرات بتاعتها، وفي اللحظه دي بيدخل عليها ناس وبتتكشف وبيتم القبض عليها. وبيروح تيري ورا العربيه اللي واخدين فيها سمر، وبيكون في عربيه شرطه واقفه بيخبطها تيري وبيطلع اللي فيها وبيكتفه، وبيساله خدوا سمر على فين. فبيقول له انه ما يعرفش، فبيقول له تيري توصلني بحد يعرف، وبيكلم فعلا حد في اللاسلكي. وفي الوقت ده بيهددهم تيري بالميموري اللي معاه، فبيقفلوا اللاسلكي وبيتصلوا بالظابط على الموبايل بتاعه، وبيقول لهم تيري عن السيديهات اللي معاه، فبيقولوا له يقابلهم في مكان اسمه ريبل ريج. وفي ريبل ريج بيكون الظابط ستيف اللي خاطف سمر بيستعد هو واللي معاه بالاسلحه لمواجهه تيري. وفي الوقت ده وقبل ما تيري يوصل بيكونوا حددوا موقعه وبيستعدوا للهجوم عليه، وتيري بيكون بيكلم ساندي وبيهددوا انه هينتقم منهم. وبيقربوا للعربيه، ولكنهم بيكتشفوا ان اللي في الموقع اللي هم حددوه ظابط زميلهم مش تيري، وبيكون تيري شتت انتباههم عشان يوصل للاسلحه والفلوس اللي في الاسم. وبيروح ساندي عشان يشوف المكان اللي محتفظين فيه بالفلوس. وفي الوقت ده بيكون تيري مستخبي وبيضرب ساندي بالرصاص اول ما بيدخل، وبتيجي جيس فبيشد منها تيري السلاح وبيقول لها انه عارف ان هي اللي ساعدت سمر، وبيطلب منها انها تساعده، وبيدي تيري لجيس السيديهات والميموري اللي معاه عشان تحافظ عليهم. وبيروح ياخد اسلحه من المخبأ بتاعهم، وبيقول لساندي انه هيسلم نفسه لكن بعد ما يطمن على سمر، وبيرجع لجيس السلاح بتاعها. وفي الوقت ده بتهدد جيس تيري انه لو عمل اي حاجه هتضربه بالرصاص، وبتبلغ انها تمشي من الاسم ومعاها المتهم تيري، وبتطلب من القوات الموجوده ان محدش يرفع السلاح عليهم. وبتخرج جيس مع تيري وهي رافعه المسدس عليه، وبتدي جيس للظابط ستيف الميموري اللي اداهولها تيري، وبيتضح ان جيس مش هي اللي ساعدت سمر. وبنعرف كمان انهم ادوا لسمر جرعه مخدرات وانها فاقده الوعي. وبيكون ستيف هيقتل تيري وسمر، وفي الوقت ده بيكون في ظابط اسمه ايفن وبيصوب سلاحه ناحيه ستيف، وهنا بيعرف تيري ان ايفن هو اللي ساعد سمر مش جيس.
وبيجي ساندي وبيضرب رصاص على ايفان وبيكون بينزف بشده، وفي اثناء ما هما بيتكلموا مع بعض عشان يشوفوا هيعملوا ايه بيبص تيري لجيس وبيجري ياخد شنطته اللي فيها السلاح وبيشد ايفان وبيستخبى ورا عربيه من عربيات الشرطه، وبيبدا تيري يرمي عليهم قنابل يدويه. وفي الوقت ده بيقول له ايفان يشغل الكشافات الاماميه للعربيات بتاعه الشرطه لان فيها كاميرات ويقدر يصور كل اللي بيحصل ده، وبيقول له كمان ان الكاميرات دي بتبدا تصور قبل تشغيلها ب3 دقايق، وبالتالي لو شغلها دلوقتي هيكون عليها مقطع تصوير ضرب ساندي لإيفان. وبيحاول تيري انه ينقذ إيفان من النزيف اللي عنده وبيضرب الباقيين بالسلاح اللي معاه، وبيضطر في الوقت ده انه يستخدم مهاراته القتالية، وبالفعل بيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيضرب ستيف بعنف. بيوصل للعربيه اللي فيها سمر وبيشغل الكاميرات وبيرجع ياخد ايفان معاه في العربيه، وفي الوقت ده بيقوم ستيف وبيروح عشان يهجم على تيري، وبيطلع تيري بالعربيه وستيف بيكون متعلق في الشباك وبيكسر ازاز الشباك الخلفي وبيحاول يفتح الباب، وفي الوقت ده بتفوق سمر وبتضرب ستيف لحد ما بيقع من العربيه. وبيروح ساندي ورا تيري وقبل ما يمشي بيقول لجيس ان هي تبلغ بسرعه قبل ما هم يبلغوا عنهم. وفي الوقت ده بيشوف ايفان ان الكاميرات سجلت ضرب ساندي ليه بالرصاص وان السي دي ده لازم يكون في امان لانه طبعا دليل ادانه ضد ساندي. وفي نفس الوقت باقي القوات بيكونوا وراهم وقربوا يوصلوا لهم وضربوا عليهم رصاص كتير جدا لدرجه ان كاوتش العربيه كله بيكون على الارض، وتيري بيقول لهم يربطوا الاحزمه عشان يقدر يهرب منهم. وفي الوقت ده بنشوف جيس اللي وصلت لهم لكنها بتوسع لهم الطريق وبتضرب العربيه اللي قدامهم، وكمان بتبلغ المستشفى عن حالة طارئة تابعة ليهم في الطريق للمستشفى، وبيكون في عربية شرطة ماشية معاهم عشان تحميهم، وكمان بتطلب جيس من ساندي انه يسلم نفسه، وبكده بتكون جيس ساعدتهم انهم يوصلوا للمستشفى بأمان. وبيوصل تيري بسمر وإيفان المستشفى عشان يسعفوهم، ولما بيطمن عليهم بيروح عشان ياخد الديسك اللي عليه فيديو ضرب ساندي لإيفان من شنطة العربية، وبكده بيكون تيري نجح في المهمة اللي رجع البلد عشانها ورجع حق مايك، وساندي تسلم للمحاكمة بتهمة الفساد. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. اتمنى يكون عجبكم، وقبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب عشان عيلة أفلامنجية تكبر بيكم. اشوفكم الفيلم الجاي.